الماك صناعة مخزنية صرفة. الماك صناعة ديال المخزن 100%. بطبيعة الحال ماشي غادي نقرا العنوان وغادي نسكت أبدا، بل غادي نبين لكم بالدليل القاطع والملموس أن هذه الحركة نعم هي حركة تأسست في الغرف المظلمة ديال المخابرات المغربية. لهذا نقول في المحور الثاني أنه من المهم جدا هنا غادي نحاولوا تفكيك الخلفية الحقيقية لنشأة وتأسيس هذه الحركة. الماك كحقيقة تاريخية طبعا لم تؤسس، لم تنشأ كواحد نتيجة اضطهاد ممنهج، ولا كواحد امتداد نضال تاريخي، ولا كتعبير عن إرادة شعبية أبدا، بل تأسست في لحظة سياسية محددة كرد فعل مباشر على دعم الجزائر للصحراء الغربية. راه بزاف ديال الناس يعتقدون ويتوهمون ويروجون ما مفاده أن الماك تأسست ردا، يعني المخزن أسس الماك ردا على الدعم ديال الجزائر للقضية الريفية. هذا الشيء ماشي صحيح، هذا الشيء 100% كذب. طبيعة الحال بلا ما نحرقوا المراحل، ولكن كإشارة بين قوسين، لأن هذه النقطة عندها محور كامل متكامل باش نشوفوا واش نيشان تأسيس ديال ما يسمى بالماك المخزنية جاء كرد فعل على دعم الجزائر للريف. باش نبين لكم هذا الشيء كذب 100% وبالدليل القاطع والملموس طبعا. إذن قلت تأسست في واحد اللحظة سياسية محددة كرد فعل مباشر على دعم الجزائر للصحراء الغربية، والنقطة الثالثة بتمويل وتوجيه من أجهزة العصابة العلوية. ولهذا السبب تحديدا كيتغير الخطاب ديالها بتغير مصالح الرباط. إلى عقلتوا شوية، منين كانت تما شي بوادر ديال الانفراج في القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، المخزن كان زعما كيمد اليد ديالو. هذه الحركة كانت ميتة، ما كانش عندها شي وجود. حتى المخزن تيقن أنه اليد الممدودة ولا اليد المسمومة ديالو في اتجاه الجزائر يعني ما سوقوش لها، جاء يبدل، يعني غير المصالح. لهذا أقول أنها الخطاب ديالها يتغير بتغير مصالح الرباط وتحول القادة ديالها إلى أدوات ديال الاسترزاق. وانتهى الأمر ببعضهم مع الأسف أنهم يعيش حياة البذخ وحماية لا علاقة لها بأي نضال. نقطة مهمة، هذه نقطة وخصكم تركزوا عليها مزيان. خصكم هذه النقطة ربما غادي منا شي 3 ولا 4 ديال الدقائق، ولكن الأهمية ديالها قرون من التحاليل والقراءة الموضوعية باش تفهموا هاد الحركة ديال الماك. نقطة مهمة قلت دابا عاد إن ما يسمى
بحركة الماك تمول وتوجه من طرف أجهزة العصابة العلوية. وهذا توصيف صحيح من حيث الجوهر، غير أن التدقيق كيفرض نوضح أكثر بأن النظام المغربي وإن كان هو الصانع الحقيقي والمؤسس الفعلي للماك، فإن الجهة التي تدبر وتسير لم تكن واحدة وثابتة عبر الزمان. هذه نقطة مهمة بزاف. نعم، المخزن، النظام، العصابة العلوية هي المؤسس الفعلي للحركة ديال الماك، هذه ما فيها لا نقاش ولا جدال. لكن اللي كيدبروا فيها ولا اللي كيسيروها ماشي جهة واحدة ثابتة. هذه نقطة مهمة بزاف، وغادي نشرح لكم شي معلومات ربما بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. في البداية ولا في المرحلة الأولى كان ملف ديال الماك تحت إشراف الخائن إلياس العماري. ربما هاد المسألة بزاف ديال الناس يجهلونها. الماك في البداية ديال التأسيس ديالها شكون كان مسؤول عليها؟ هو المسمى الخائن والقاتل ديال 5 ديال الشهداء في 2011، المجرم المسمى بإلياس العماري. هذا المجرم هذا هو الذي تكفل بالماك ماديا، ماشي كيخلص، هو ما كيخلصش، هو راه سمسار، هو غير خدام عند الطشرون الكبير. غادي نقول لكم شكون هو الطشرون الكبير باش ما نحرقوش المراحل. إذا إلياس العماري هو الذي تكفل بالماك ماديا ومعنويا وحتى تواصليا. واحد النقطة أيضا مهمة، وقد جمعته يعني إلياس واحد العلاقة مباشرة بالمسمى فرحات مهني. علاش؟ بحكم أن كليهما كانا يتظاهران بالدفاع عن الأمازيغية وما يسمى بهتانا وزورا بثمزغة. لكننا هنا ما كنتحدثوش عن الأمازيغية الحقيقية، بل عن أمازيغية مفصلة على مقاس المخزن العلوي. ومنين كنقولوا إلياس العماري فنحن في الواقع نتحدث عن فؤاد علي. دابا ما بقاوش كيقولوا له الهمة، دابا كيقولوا ليه الحمة. ما عرفتش هاد، سمعت بزاف ديال المعارضين المغاربه ما بقاوش كيسميوه بفؤاد علي الهمة، ولكن كيسميوه بفؤاد علي الحمة. والله ما عرفت واش نيشان سميتو الحمة ولا مجرد تصغير. لا يهم، حنا غادي نمشيو مع المعارضين المغاربه حتى حنا من الفوق ما بقاوش نعيطوا عليه الهمة، نبقاو نسميوه بالحمة. وهذاك تسميه حتى الحمار ولا الكلب ماشي مشكل. الحمار والكلب أشرف وأطهر منه ومن من هو على شاكلته. باش نرجعوا للموضوع إخواني أخواتي،
قلت أن منين كنتحدثوا على الإلياس العماري يعني كنتحدثوا يعني في الواقع نتحدث عن فؤاد علي الحمة، المستشار الملكي، مستشار ديال الملك، الرجل الذي كان ولا يزال يتحكم في إلياس العماري أماكيبوس، الذي بالمناسبة لم يكن ولا يزال طبعا سوى منفذ مطيع لتعليماته. إلياس العماري بحال كتقول الشوش، عرفتي الشوش اللي كتسخرو يجيب لك القهوة، احتراماتي للشوش طبعا، يجيب لك القهوة، يجيب لك أتاي، يجيب لك يدي لك السيارة تمشي تغسلها، المهم تجيب له الشرب يسكر، تجيب له ما يمشي مع الشرب. هذيك هي المهمة ديال إلياس العماري. ولكن إلياس العماري منين كيجي للريف يتفرنع ولا يتفرعن على الريف والريفيين، ولكن في حضرة هذا المجرم ديال الحمة هو لا يساوي شيء. دابا الموضوع ديال الماك ما بقاش في اليد ديال إلياس العماري، المنفذ المطيع لتعليمات ديال سيده المسمى فؤاد علي الحمة، بل الملف ديال الماك انتقل يعني من إلياس العماري إلى المخابرات الخارجية لادجيت. هذا الشيء كنشرح لكم المراحل ديال الانتقال ديال هذه الحركة، كل مرة كيبدلوا ليها الشاف ديالها. الحركة ديال الماك كل مرة كيتبدل ليها الشاف، وباش تعرف ما عندهاش شي مكانة ولا شي وزن أنها تتعامل بشكل مباشر مع واحد الجهاز ولا مع العصابة العلوية بشكل مباشر. لا، بداو مع إلياس العماري، انتقلوا إلى المخابرات الخارجية سميتو أعتقد محمد ياسين المنصوري، إلى ما المهم نقولوا غير ياسين المنصوري، هذاك محمد ماشي مأكد منه، المدير العام ديال لادجيت. لكن وهذه نقطة مهمة باش الناس ديال الجزائر يفهموها، لكن في الآونة الأخيرة وبعد سلسلة من الفضائح المتتالية التي تورطت فيها هذه المؤسسة ديال لادجيت وفشلها في تدبير عدد من الملفات الحساسة، تم تقليص الصلاحية ديالها كنوع من العقاب ونزع منها الملف ديال الماك. هذه نقطة مهمة باش نفهموها. المخابرات الخارجية معروفة اختصارا بلادجيت، التي يديرها ويرأسها ويسيرها واحد المجرم من المجرمين ديال العصابة العلوية اللي سميتو محمد ياسين المنصوري، ما بقاش هو المتحكم الفعلي في هذا الشيء ديال الماك. علاش؟ حيت المخابرات الخارجية وعلى رأسها هذا المنصوري فشل في تدبير بزاف ديال الملفات الحساسة، وتفضح على المستوى الأوروبي، خاصة في موضوع أنه كل شهر شهرين يتم اعتقال جاسوس مغربي كان يشتغل مع المخابرات الخارجية. خاصة هنا في ألمانيا كانوا تماك جوج اللي كنت أنا الضحية ديالهم، مع الأسف تشدوا بجوج دابا راه طردوا من ألمانيا وتحكموا حتى بالسجن إلى آخره. تعتقل واحد سميتو عبد الرحمن شي حاجة في هولندا، كان يمد المخابرات الخارجية بمعلومات حساسة بحكم أنه كان كيشتغل في واحد الموقع حساس داخل الدولة الهولندية. تعتقل واحد السيدة، يعني كل مرة كيتفضح وكيتشد شي واحد. علاش؟ بحكم أن هذا الجهاز وكما حتى الجهاز الداخلي طبعا ما عندهاش ماشي شي جهاز محترف، جهاز فاشل
يعتمد على شراء الذمام والتهديد وتصوير الأفلام والابتزاز والتجسس فقط. إلا مشيتي لأرض الواقع يعني ما كاينش شي عمل أكاديمي منضبط، يعرفوا كيفاش يشتغلوا، يعني حمير. هذا الجهاز ديال الاستخبارات الخارجية والله لا حيوانات ناطقة، حمار كيتحدثوا. لهذا قلت في هذا الاتجاه وكنوع من العقاب ولا ما نعرف كيفاش غنسميوه، حيدوا منه الملف ديال الماك ليسلم هذا الملف لاحقا والى حدود اللحظة الى المخابرات الداخلية. هذه نقطة مهمة بزاف. دابا الملف ديال الماك ما بقاش في يد ديال المخابرات الخارجية، بل انتقل أو سلم إلى المخابرات الداخلية ممثلة في شخص يدعى مصطفى عزيز، الرئيس ما يسمى بمغرب الغد، والذي بالمناسبة هذه حركة كانت هناك نية أنها غتحول إلى حزب يمثل الجالية بين قوسين المغربية، لكن هذه الحركة اتضح أنها ما تدير حتى شي حاجة ولن تخطو خطوة إلى الأمام. المهمة ديالها الوحيدة اللي تكلفت بها هذه الحركة هي يبقاو يعطيو الفلوس للماك عن طريق هذا المسمى مصطفى عزيز. وهو بالمناسبة هذا مصطفى عزيز الرئيس ما يسمى بمغرب حركة مغرب الغد هو شخص مريض بالكاد كيتحرك، ومصطفى عزيز بدوره ليس سوى أداة تنفيذ. هذه نقطة عود أضيفها إلى معلوماتكم. حتى هذا مصطفى عزيز الممول الرئيسي لما يسمى بالماك حتى هو مجرد سوى أداة تنفيذ. ما عنده مسكين، هو أصلا ما عرفاش كيدير، راه صافي تخرف من هذا غادي أعتقد 80 85 90 سنة، مريض بالكاد يتحرك، وربما حتى الوضوء ما كيقدرش كيدير غير التيمم، حتى الاخر ديالو البامبيرس محمد الهندوز هو اللي كيبدل ليه البامبيرس وهذاك الشيء ديال التبديله. المهم راكم عارفين محمد الهندوز مسكين هو اللي مسؤول على الخدمه ديالو انه كينقي وكينظف هذا مصطفى عزيز مسكين باش ما يتوسخش، الا بغى يدخل الطواليت هو اللي كيدخلوه هو اللي كيخرجوه، وهو راه مسكين كيسترزق معاه شويه. وبالمناسبه راه مريض بالسرطان هذاك المسمى الهندوز، ودابا الشعر مشى كذا الى اخره. وواحد المره قلت ما نعرفوش نطلبوا له الشفاء ولا لا. المهم الصراحه ما نطلبوش ليه الشفاء، حيت اللي نقص من هاد الادوات ديال العصابه العلويه يعني يرتاح العالم من رجسهم وعملهم الشيطاني. لهذا فوقاش ما تسرعتي تموت عاد حسن لك السي الهندوز. علاش حياتك انت السي الهندوز وانت المهم كتمشط لمصطفى العزيز. المهم تهلا فيها السي محمد وصافي تهلا فيه. غادي نكملوا الموضوع باش نخليوه في الاطار ديالو الموضوعي والمسؤول بلا ما ندخلوه في شي تفاهه ولا شي كوميديا. هذا مصطفى عزيز قلت لكم انه حتى هو بدوره أداة تنفيذ. ففي البداية كان يشتغل تحت إمرة ديال مصطفى عزيز، لكنه اليوم يوجد تحت الوصاية المباشرة ديال عبد اللطيف الحموشي والهمة. علاش قلت لكم دابا الملف ديال ماك كان عند المنصوري؟
فتم تحويله إلى الحموشية. وبالتالي تلقائيا مصطفى عزيز الممول ديال الحركة حتى هو انتقل من المخابرات الخارجية ليستقر في حضن ديال المخابرات الداخلية تماما كما حصل مع الماك التي بالمناسبة انتقلت من المخابرات الخارجية إلى المخابرات الداخلية، حيث الماك فين ما مشى مصطفى عزيز كيمشي معاه الماك، وفين ما مشى الماك كيمشي معاه مصطفى عزيز. الماك كان في اليد ديال المخابرات الخارجية حتى المسمى مصطفى عزيز كان تحت إمرات ديال المخابرات الخارجية. منين الماك تحول إلى المخابرات الداخلية مجبر أن هذا المسمى مصطفى عزيز حتى هو تحول إلى المخابرات الداخلية. وهذه نقطة مهمة باش نفهموها كيفاش كيتشتغل المخزن، كيهز معاك كل شيء، يعني القشاوش. وخلاصة القول مصطفى عزيز هو الممول الرئيسي لكل أنشطة الماك والتحركات ديالها، وهو المسؤول المباشر عن رعاية المسمى فرحات مهني والإشراف عليه ضمن واحد الهندسة مخزنية واضحة تهدف إلى توظيف هذا الكيان كأداة تخريبية تخدم أجندات النظام المغربي خارج حدوده.